فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم الرجال اسلم نطق الشهادتين، يعني الشهادتين هذا اللي نعرف احنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. خلاص لا نطقتها دخلت في الإسلام. طيب في غيره؟ لا لحظة شوفوا شيء يزيد يكمل. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. ولي الله. وأشهد أن فاطمة الزهراء. وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين. وأبناءها المعصومين حجج الله. حجج الله. يا صديقي أنا الذي أعرف والناس كلهم يعرفوا أن الشخص إذا يدخل في الإسلام ينطق شهادتين مش 4 شهادات. يعني تخيلوا لو أن عربي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ايش تسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ايش حيقول له؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ابن عمي ولي الله وأن فاطمة بنتي حجة الله. يا أخي ما احنا نعرف أن الشهادة ثنتين، ما لكم أنتم نأتي توجدين؟ لا وريت والله أن هي الشهادتين من 4 شهادات هذه وبس. لا اسمعوا الشهادة هذه: أشهد أن أبا بكر وعمر. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة في النار. في النار. يا صديقي هذه ما هي شهادة دخول الإسلام، هذه شهادة خروج من الإسلام، ما ولا خبر.